بسم الله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم إن شاء الله غادي نديرو البيصر، وهانتوما معنا كيف ما كتشوفوا. أنا هنايا راه حيدو هادي، أنا هنايا راه مرطبة هاد الفول من البارح، كنخلطو هو والجلبانة، ولكن الجلبانة كندير غير قليل، الأكثرية كندير الفول، ما كنديرش الجلبانة بزاف، يعني كندير القياس كتير ديال الفول، وكندير حفينه بحال هكذا ولا جوج ديال الجلبانه صافي، لان الجلبانه كتبنن الفول. وعلاش حنايا كنفزقوا الفول؟ باش كيتحيد منه داك الغاز اللي تيكون فيه، داك الغاز اللي كيكون فيه. هانتوما غادي تشوفوا معايا، انا غادي نخوي هذا الماء هذا كيف ما كتشوفوا، نخلطوه بحال هكذا يتحيد داك النشا ديالو، وغادي نخوي هذا الماء وغادي ندير ماء واحد اخر، وغادي تشوفوا ملي غنطلق الروبيني غادي تشوفوا ديك الكشكوشه ديالته كيفاش غادي تدخل. يا بسم الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا ملي طلقنا الروبيني عليه، هادشي راه كامل داك الغاز اللي كيكون في الفول، ضروري بحال هكذا نطلقوا عليه الماء ونغسلوه شي 4 المرات ولا 5. ها المره الثانيه عاوتاني كيف ما كتشوفوا غنتبعوا بحال هكذا على 4 المرات ولا 5 المرات، وحنا كنغسلوا فيه باش يتحيد لينا هذا الغاز. حنا بغينا هذاك الكشكوشه هي الغاز ديال الفول. الواحد اللي تياكل القطنيات بالاخص الفول، ولا اللي تيقول لك ما كنقدرش ناكل الفول، راه كيضربني في المصاري، كيدير ليا الغاز في المصاري. اللي ما كيفزقش الفول راه هو اللي كيدير ليه الغاز في المصاري. بحال هكذا وحنا كنغسلوه. هذه المره الاخرى هانتوما انا غنوريكم دابا. طلقنا الروبيني كيف ما كتسمعوا هنايا، تحيد داك الكشكوشه ما بقاتش، لان ديك الرغوه كما تنقول، ديك الرغوه اولا ديك الكشكوشه هي الغاز اللي كيدور في المصاري. هادشي اللي بغيت نوصل لكم خوتي وخواتاتي. هذه واحد الدكتوره جزائريه، صاحبتي مسكينه الله يعمرها، دابا رحلات من حدايا مسكينه، ما بقاتش ساكنه حدايا، ما بقاتش خدامه هنايا، يعني رحلات لواحد البلاصه بعيده شويه. كيف ما قلت لكم، بعيده بزاف. المهم ها هي ديال المره الاخرى كيف ما كتشوفوا حنايا راه هنايا ما كنت نقيت كل شيء، غير هاد القشرات اللي بقاو هنايا مازال غادي نزيد نقيهم، ديال هادوك اللي بقاو لاصقين ما بغاوش يتحيدوا ليا. هانتوما كيف ما كتشوفوا الماء ولا صافي، ولا نقي. هنايا غادي نديرو في الكوكوط ديالتي، انا غنطيب غير في هاد الكوكوط الصغيره. بسم الله. ما غاديش نقطع الفيديو، على ود بغيت نوريكم عاوتاني ملي كيكون تيطيب، الا طلعت لينا شي كشكوشه وحنا غادي نحيدوها. المهم انا غادي ندير نشعل على البوطه، وهانتوما معايا. هانتوما دابا خوتي وخواتاتي كيفاش كنديروه حتى كيغلى، كنحيدو هاد الكشكوشه هادي. انا كنهضر مع خوتي وخواتاتي المبتدئين والوليدات والبنيات الصغار اللي كيبغيو يتعلموا. البنيتات يتعلموا بحال هكذا هادشي. كنحيدو هاد الكشكوشه هادي، ضروري هاد الكشكوشه اولا الرغوه كيف ما تنقول لها نحيدوها. ملي نشوفوا بحال هكذا البوطه مجهده غلات، تغلى لنا مزيان بحال هكذا، نقصوا شويه البوطه باش نتحكموا في هاد الرغوه هادي، ونحيدو هاد الرغوه كامله. ما نسدوا الكوكوط ديالتنا حتى ما تبقاش عندنا هاد الرغوه هادي.
شفتوا واخا خليناها بيتها مرطبه ليله كامله. وشوف ما شفتوا معايا شحال غسلتها باش تحيدات ديك الكشكوشه هذيك الاولى اللي كانت فيها. هاد الكشكوشه راه كدير الكازي الا بقات، لا هي ولا هذيك اللي حيدنا في الاول. نخليوها تغلى عاوتاني. شوفوا شحال ديال الكشكوشه اللي تحيدات. نخليوها تغلى وتعاود. انا بغيت نوريكم جميع المراحل. هاد الكشكوشه ما تبقاش عندنا. نحركو هكذا باش نخليوها تطلع هذيك الكشكوشه. نخليوها تجمع واحد شويه. ها هي قدامكم كتغلى وحنا كنشوفوا. تبان لينا الكشكوشه نزيدو نخليوها تغلى مزيان باش تجمع ديك الكشكوشه كامله. نخليوها تزيد تغلى باش تجمع لينا الكشكوشه. نزيد شويه هكذا كوكوط ديالتي كتجهد البوطه باش ما تحرقش لا اليد ديالها. نخليوها تزيد تغلى مزيان باش تجمع لينا كيف ما قلت لكم الكشكوشه. حنا نبقاو مستمرين هكذا حتى نشوفوا الكشكوشه ما بقاتش، يعني ديك الرغوه ما بقاتش بزاف. احنا كنشوفوا بان الرغوه راه ما بقاتش. دابا ملي تحيدات لينا هاد الرغوه هادي انا خصني الماء غادي نزيد لنا في الكوكوط ديالتي. نزيد لنا شويه ملي نزيد الماء طايب باش ما نقتلش هذاك الفول. دابا هو غليان ما خصنيش نزيد ليه الماء بارد. انا غادي نعمر الكوكوط ديالي بالماء صافي. وغادي نقص عليه البوطه. دابا غادي نقص عليه البوطه ونخليه يطيب غير على المهل. يا بسم الله نحركو ندير واحد التحريكه خفيفه بحال هكذا. هنا ما كنديرش الملح. دابا غادي نديرو الثومه ديالتنا. يا بسم الله. وغادي ندير زيت البلديه واحد شويه، ندير غير شويه. صافي دابا غادي نسد على الكوكوط ديالتي ونخليوها طيب. دابا كيف ما كتشوفوا معايا خوتي وخواتاتي غادي نسد.
نخليوها طيب، مره نطلعوا عليها. انا هنايا راه نقصت البوطه باش طيب على خاطرها، لان باقي عندي الحال هنايا، باقي الحال على باش ما محتاجاش ليها دابا باش توجد دغيا، يعني نقص عليها البوطه ونخليها. ودابا هذه هي البصاره ديالتنا، ها هي طابت، انا راه ما طحنتها ما والو، ها هي طابت. انا كنبغيها على بحال نقص عليها، لان كنبغيها في هذا القوام هذا ديالها، يعني ما تكونش جاريه وما تكونش ثقيله بزاف، باش الواحد الدراري كيبغيو يدوزوا بها الخبز مساكن، حتى انا كنبغي ندوز بها الخبز ان شاء الله. هذه الفطور ديالي باذن الله. هنايا غندير الملحه، لان في الاول راه شفتوني ما درتش الملح. بسم الله، نديروا الملحه القياس. عندي زلافه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، ها هي زلافه ديال الماء عندي. غادي ندير فيها السودانيه، هذه السودانيه غادي ناخذ شويه ديال السودانيه، ما نكثرش، واخا الدراري كيبغيو فيها السودانيه ما نكثرش. ديك الساعه اللي بغى يزيد قدامه كيزيد. عندي الكمون، ناخذ الكمون واحد المعلقه هكا. نديروا هذا الشيء اللي كاين هنا، نقولوا 2 معالق ديال الكمون، وغنديروه في الماء بارد ونخلطوهم، لان الا خوينا الكمون مع ديك السودانيه في هذه سميتو في البصاره، ما كيجي كيتكور لينا. انتما فهمتوني اش بغيت نقول. بسم الله، ونبداو نخويو حنا كنحركو بحال هكا. بحال هكذا ما كيتكورش. صافي، هذه الطريقه ديال البصاره ديالتنا. نخليو الكمون السودانيه يغلاو واحد شويه، والملحه حتى هي. وكل واحد باش كيقدمها، نقدموها مع البيض مسلوق، وشويه ديال التمر. كتجي لذيذه، كتجي زوينه. انا بعدا كتعجب الولاد ديالي، كتعجبهم البصاره. انا فين ما كيتوحشوا كيبقاو يقولوا ماما ديري لنا البصاره، عافاك ديري لنا البصاره. هذه راه شي 3 ايام ولا 4 ايام هما كيطلبوني على البصاره. الحق ما كانش عندي الفول، يلاه شريته، داكشي علاش. اما الجلبانه كانت عندي. صافي، انا كنخليها بحال هكذا كما كتشوفوا. محال يمكن واش غتبان لكم بهاد سميتو، ها هي بالمعلقه غادي تبان، لانها راه ما جاريه ما ثقيله ما شاء الله. انا راني صايمه، غنخليها حقيتها للفطور نفطر به. يلا خوتي وخواتاتي، من بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها، والسلام عليكم. ماشي السلام عليكم، قلت لك غادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. كما كتقول لي بنتي دائما، كتقول لي ماما، كتقول لي بالسلامه عليكم، نتلاقاو مع الشكل النهائي. قالت لي وكتعاودي عاوتاني كتكملي الفيديو. قلت لها ما عندنا ما نديرو بنتي، هادشي اللي عطا الله. المهم حنا دابا غادي نتلاقاو نغطيوها ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذه هي البصاره ديالنا، عفوا تلفات مشات ما انا صايمه. الله يتقبل لينا وليكم جميع المسلمين. هذه هي البصاره ديالتنا، ها هي ما كتجي لا ثقيله ولا خفيفه، بحال هكذا باش كندوزو بها خبيز طريف ديال الخبز يكون صغير، مع كويس ديال الماء في الطين كما كتشوفوا. هو الباقيط قدامنا، تنقدموه مع التمر اللي حنا عمرناه داك النهار اللي قلت لكم. خديت التمر مع الكركاع، راني عمرت به التمر، الكركاع عمرت به التمر مع بيضات مسلوقين وشويه ديال الملح والكمون. وما نساوش الزيت البلديه كيف ما كتشوفوا، الزيت البلديه. وهنايا عندنا القهوه ديالتنا حتى هي ما كنساوهاش. والحمد لله كل واحد تيقدمها مع معاش بغا، وباللي قسم الله واللي كتب الله دائما تنقولوها. حنايا المهم اللي عندنا هو الانسان الحمد لله يكون عنده
اي حاجه يا قليله ولا كثيره، المهم الواحد يحمد عليها ربي، يحمد ربي ويشكره ويقول الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد على نعمه الله، منها الصحه، منها الوليدات، منها الحياه، منها الوالدين، منها الخوت والخواتات، ومنها الحباب كاملين، منها الصحاب. الحمد لله. ودابا نخليكم مع الفطير ديالي، نمشي نفطر، والسلام عليكم. هنايا غادي ندير، تتقولها لي بنتي كتقولي حتى كتقولي السلامات. هنا غادي نديرو الزيت، لان انا درت شويه ديال السودانيه، انا ما صايمه وما قاداش على السودانيه، يعني منها ديك المعده فارغه خاويه، المعده خاويه، ونزيد عليها انايا ندير عليها السودانيه، تكون الماكله حاره ما مزياناش المعده، وشويه ديال الزيت البلديه. وهذا هو الفطير ديالنا، وتهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم خوتي وخواتاتي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.